السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالمتابعين الأعزاء. في فيديو اليوم سوف نتكلم عن قصة حصلت مع جزائريين وطبيب سعودي في أحد المستشفيات الفرنسية. وقبل أن نبدأ الفيديو أتمنى لكل من دخل القناة أن يضغط على زر الاشتراك ويقوم بتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. في قصة طبيب سعودي يحكي أنه في أحد مستشفيات الفرنسية جاءت الإسعاف بجزائري مغمى عليه، وأدخلوه قسم الطوارئ وعملوا له إسعافات أولية، وحالته استقرت وتم تحويله إلى داخل المستشفى وحجزه لأنه يحتاج علاج مكثف وغالي. وتتم هذه القصة بصوت رفيق الطبيب السعودي الذي سيحكي القصة كاملة. إليكم القصة. دكتور سعودي يسولف عن نفسه، يقول أداهم بإحدى المستشفيات الكبيرة الموجودة في فرنسا. يقول حاطين بقسم الطوارئ. يقول أموري طيبة، كل يوم طال عمرك المستشفى وراجع المستشفى، بيتي قريب من المستشفى وأموري كلها طيبة. يقول وأنا بيوم من الأيام قسم الطوارئ جالس، يقول أتابع الحالات الموجودة، وش الحالات اللي جت وش اللي كذا. يقول عندي الكاونتر وكذا، وشوف الممرضات وشوف الدنيا ذولا معي الكافي. يقول طلعت كذا ما حسيت ولا على فتحة الباب الطوارئ ولا داخلين الإسعاف معاهم واحد مغمى عليه. يقول ما ادري وش موضوع. يقول وادق الامرجنسي الموجود عندي واركض عليه. يقول اطلع طال عمرك ويطلعون معاي الممرضات والدنيا هذول. يقول نشيله ولا الرجال مغمى عليه مولي. يقول ميت الا شخطه ميت. يقول نشيله ونسوي الاجراءات الطبيه الفاست ريسبونس، الاجراء السريع، ويضبطون امورهم يسوون كل شيء. يقول الوكاد طال عمرك الحمد لله انه طلع من هالازمه اللي هو فيها، لكن ظل مغمى عليه. يقول المهم يوم ركدت حاله الرجال، يقول على طول وش سوينا؟ جينا حطينا طال عمركم قسم الطوارئ نومناه على اساس ان الامور كلها ان شاء الله مضبوطه. يقول شوي ولا على جهه اداره المستشفى والناس الموجودين، قالوا الرجال هذا لازم يتنوم، ان نخليه هنا بالطوارئ لا ما يصير، لازم يتنوم فوق، لكن شوفوا لنا تامين طبي عنده شغلات كذا. يقول بحيث اني انا الدكتور المسؤول عن الطوارئ كل يوم جيت طال عمرك قلت خلنا نشوف التامين الطبي اللي عنده الشغلات. يقول جيت الرجال حاول يصحي انسى الموضوع، الرجال نائم رايح. يقول الحمد لله انا حالته مستقره. يقول المهم اني حطيت ايدي تعرف اللي باغراض وكذا ببوكه، واخذت طال عمرك البوك، فتحت البوك. يقول وطالع، يقول اقشر مع اليوم فتحت ولا الرجال جزائري. يقول قلت هذا المسكين العربي اللي طاح بين هالدنيا هذه كلها، لكن عسى الله يفرج عنه. يقول افتش البوك ولا ما في الا 10 دنانير. يقول واخذ البوك واخذ اغراضه واحطها جنبه. قلت يا الربع ترى هذا ما عنده تامين طبي وهذا جزائري، لكن خلينا نشوف اذا صح من النوم نشوف وضعه شلون صاير. قالوا خلاص خلوه. يقول واجلس عنده. يقول يوم شفت الرجال نايم طلعت على طول على الموجودين من الممرضات وغيرهم، قلت هذا يحتاج وصفه طبيه يحتاج شيء. قالوا ايه، ويطلعون طال عمرك الوصفات الطبيه والشغلات وهذا. قالوا لازم يجيب علاجات هذه من برا او يشتريها من الصيدليه الموجوده هنا، المهم انه لازم يضبط اموره. قال اجل خلوه لما يصحى منه. يقول واجلس عند الرجال طال عمرك من الساعه 6 الصبح الى الساعه 4 العصر. يقول وانا اجلس اراقب الرجال، تعرف لي كل شوي اروح اطلع واجي واراقب متى يقعد. يقول لأنه العربي الوحيد وأنا ما في المستشفى هذا إلا أنا سعودي، تعرف اللي ما حبيت إني أخليه لحاله بين الناس هذول يتورط معاهم ولا ما أدري وش اللي يصير بالضبط، فلذلك جلست. يقول جالس طال عمرك إلين صح الساعة 4. يقول يوم صح من النوم، أول ما صح قلت له الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، إن شاء الله طالع من الشر. يقول قام طالع بالدكاترة، طالع بالدنيا الموجودين. قال أنا وين؟ يقول قلت له أنت بالمستشفى الفلاني كذا كذا. قال ليه وش اللي صار؟ قلت له لقيناك مغمى عليك بالشارع وجبناك. يقول طالع فيني كذا، قال انت مين؟ قلت انا دكتور سعودي داوم هنا عندهم المستشفى، ويوم شفت انك عربي ما حبيت اني اخليك بين الناس الموجودين هذولا، فتعال من باب الحميه وكذا، وابي اعرف يعني وش الوضع اللي عندك يعني. قال الله يجزاك خير الله يجزاك خير. لا والله بس تعبت والامور ان شاء الله طيبه. ما في اكل؟ قلت لا بالله في اكل وفي كل شيء يفو عليك. يقول واجيب له من الاكل الموجود الشغلات البسيطه يعني سناك وشغلات. يقول ياكل الرجال، يشرب له شويه مويه، يقول يسترد عافيته ويجلس يعني اموره طيبه. يقول يوم شفت اموره طيبه والحمد لله ما عليه شر يعني، قلت انت لازم تتنوم بالمستشفى هنا. قال لا ان شاء الله ما يحتاجها. قال بغض النظر ما تبي تنوم كيفك، لكن في علاج او وصفات علاج قيمتها شوي عاليه، وانا بيني وبينك ما اخفيك فتحت بوكك وفتحت الدنيا هذه كلها ولقيت انه ما في عندك الا المبلغ البسيط هذا يعني. فما ادري هل عندك مبلغ ثاني، هل عندك شغلات، هل في ناس تعرفهم هنيه تكلمهم على اساس انهم يجون وكذا فبعرف حالتك. قال لا والله انا ما اعرف احد هنا. يقول انا توني جاي يعني، بس ما ادري وش اللي صار، تعرف الظاهر ارهاق وكذا ومن جيتي، بس ما اعرف احد هنا للحين ما اعرف احد.
لكن ان شاء الله الامور طيبه. قلت ان شاء الله الامور طيبه، تحتاج انا اعطيك بشيء اضبط اجيب لك العلاج من الصيدليه؟ الى ان قال لا 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 الله يعطيك العافيه. وين الوصفه؟ يقول قلت له هذه الوصفه، طلعت الوصفه. يقول قرا الوصفه كذا، يقول مسكها، يقول سلمها لي. وانا طالع فيه ايه؟ قال ممكن خدمه اخوي. قلت ايه ممكن، عفو عليك امر بس. قال ممكن تطلع بالشارع وتوقف بس ابو 10 دقائق، نص ساعه، ساعه. يقول المستشفى كان على الشارع العام يعني والناس كلها موجوده. يقول بس توقف برا واي واحد تشوف عليه لمحات جزائري على طول وقفه وعاطه طال عمرك الورقه هذه وقول له اخوك الجزائري موجود بالمستشفى ويحتاج تصرف له العلاج هذا وتجيبه له. يقول يوم قال لي كذا قمت اضحك لا شعوريا كذا الحال، وطالع فيني كذا قال ايش فيك تضحك هسه ما اشر؟ قلت لا والله بس سالفتك يعني شلون اطلع برا وادور لك جزائري ولا؟ قال لي فرنسا في جزائريين كثير. قال لي اعرف بس انه ما يعرفك الرجال يعني حتى لو اعطيه ما يصير الكلام هذا، خلني انا اساعدك قال لا الله يعطيك العافيه ممكن بس تسوي اللي قلت لك عليه ومشكور وما قصرت. اليوم شفته اصر على الموضوع تحاضر معي، يقول له خط طال عمرك الوصفه واطلع برا، وانا تعرف داخلي قاعد اضحك اقول له هذا من جد يتكلم ولا شو الموضوع؟ يقول واطلع طال عمرك وانا واقف برا واتفرج على الماره الرايح والراد، ابي اشوف لي سحن الجزائري اللبس الجزائري يمر قدامي على طول بكلمه. يقول شوي بنص ساعه كذا ولا 3 جزائريين قاعد يتمشون. يقول جيت انا حاسبهم مغاربه السلام عليكم، تعرف شمال افريقيا كله نفس الشيء تقريبا كذا بس يميزهم شغلات بسيطه يعني. يقول وجه عندهم السلام عليكم السلام، قلت الاخوان من الجزائر؟ قالوا نعم امر. قلت والله الدكتور فلاني واداوم بالمستشفى هذا اللي وراكم تشوفونه بقسم الطوارئ. يقول ابتسموا وقالوا حياك الله اخوي تفضل امر وش اللي تبي؟ قلت والله ما في شيء بس انه في عندنا مريض جزائري وموجود داخل وقال لي خذ الوصفه وعطى لاي واحد جزائري وخلوا يجيب الوصفه وقول له اخوك الجزائري موجود داخل بالمستشفى ويحتاج منك انك تصرف له الوصفه هذه لانه ما عنده فلوس. يقول خذ الوصفه الرجال مني، تعرف اللي يوم خذاها قلت ايش فيها؟ ايش فيه مستعجل الرجال؟ قلت انت تعرف الرجال اللي داخل؟ قال لا لا بس وين الوصفه؟ قلت هذه. يقول هو خذ الوصفه. قال وين هو اي مكان بالضبط؟ قلت والله هو موجود بالطوارئ الحين بس احنا هذا اسمه هذا كذا ونبي نوديه التنويم بالغرف الموجوده بالمستشفى وان شاء الله اموره طيبه. قال خير ان شاء الله نص ساعه ان شاء الله يجيك. يقول حاسبه يضحك الرجال، حاسب ان الموضوع فيه مزحه في شيء يبون قالوا هذا عبيطنا بيستعبط عليه اكثر. يقول طلعوا طال عمرك من عندي وخلوني جيت المستشفى واجلس عند الدكاتره قالوا وش العلم وش اللي صار مع الرجال الجزائري هذا؟ قلت والله الموضوع 1 2 3. يقومون كلهم يضحكون عليه، يقولون يضحكون وهذا. قلت يا الربع معلش الرجال يكون مريض ولا كذا لا وفي واحد ترى برا خذ مني الورقه وطلع على اساس انه بيجيب الوصفه ويضبط الامور. يضحكون قالوا هذا اكيد انه تعرف ان الناس الموجودين ولا هذا بيشقق الورقه يقول مجانين هذول جايني والله اخوك جزائري اخوك جزائري. وش اخوك جزائري؟ ما تصير بالمنطق ما تصير يعني. يقول احنا نسولف مع بعض كذا، يقول ما حسينا وينفتح باب الطوارئ. يقول يوم طلعت كذا يقول اقشر ما علي ولا هذول الجزائريين ال3 جايين 2 منهم طال عمركم حاملين اكياس بدينهم وواحد جايب كاس العلاجات حقت الوصفه هذه اللي اعطيناها. يقول دخلوا علي السلام عليكم. قلت عليكم السلام ورحمه الله. قالوا اخوي انت من شوي جيتنا قال لي والله موجود هو الرجال خويكم موجود داخل حطيناه بالغرفه. قال لي الله يعطيك العافيه ممكن تودينا عليه؟ يقول انا وصلت لمرحله الذهول قاعد اطالع قدامي هل هو حلم هل هو علم وش اللي قاعد يصير بالضبط؟ قلت حاضر امشي. يقول واخذهم وانا بحاله ذهول يعني الناس كلها تعرف الدكاتره والدنيا طالعون. قال هذول مين هذول؟ قلت هذول اللي اعطيتهم من شوي الورقه. قال شلون؟ قلت والله هذول اللي اعطيتهم ورقه حاسبهم بيشققونها معلش انك نضحك اصبروا شوي بس اصبروا شوي. يقول ما تعرف اللي اكلمهم فرنسي وكذا واطلع طال عمرك مع الشباب الموجودين. يقول واطلعوا وديهم لغرفه الرجال المريض. يقول اول ما دخلوا عليه تقل يعرفونه صار لهم سنين. يقولوا دخلوا عليه هلا يا مرحبا ويتحول الحمد لله ازمه وتعدي. يقول يسولفون مع بعض يقولون يسولفون تعرف جاء واحد هذا خذ الفواكه والاغراض اللي من الشباب الموجودين وحطها بالثلاجه وضبط الامور وضبط نادر شيء بالغرفه وما يسولفون. يقول انا لدرجه اني ما قدرت اتكلم كلمه واحده بس اطالع فيهم. يقول طالعوا فيني كذا وحنا قال يعطيك العافيه دكتور ما قصرت شكرا. قلت يا شباب قلت تفضل. قلت تعرفون بعض؟ قال لا والله اخونا جزائري يعني شلون كلنا الجزائر كلنا شعب واحد جسد واحد وحنا اخوان. قال لا تعرفون بعض معرفه شخصيه؟ قال لا ما نعرف بعض الحمد لله تعرفنا عليه خلاص هذا مكسب من مكاسب الحياه الجديده. المهم يعطيك العافيه دكتور ما قصرتوا. يقول تعرف اللي طالع ايش اللي قاعد يصير بالضبط؟ يقول واطلع طال عمرك من عندهم. يقول اجلس اراقبهم من وراء
من ورا الدريشة بشوف شو الموضوع، وش قاعد يصير بالضبط. وأنا طالع من ورا الدريشة وهم قاعد يتكلمون مع بعض، يقول غاب ذهني. يقول رحت بعيد، قاعد أطالع، قاعد أقول وش المرحلة اللي وصلوا لها الشعب هذا من التآخي، لدرجة إنه واحد يامر على واحد ما يعرفه، والثاني لا ينفذ له ويجي يسوي الطلبات، يضبط أموره، يسوي كل شيء كأنه أخوه الصغير يعني. يراعونه المراعاة هذه، يضحكون معه كأنهم يعرفونه من سنواتهم، توهم يشوفونه أول مرة يعني بحياتهم يمر عليهم الشخص هذا. مجرد إنه اسم جزائري فقط يعني، فقط اللي يربطهم اسم جزائري وطني فقط يعني، ما في شيء ثاني. يقول فغاب ذهني وأنا أفكر، أقول وش اللي خلاهم يوصلون للمرحلة هذه؟ المرحلة هذه من الحياة متى توصلها بالضبط؟ وليش اللي قاعد يصير عندي من رحمة هذا اللي قاعد يصير قدامي شيء عجيب يعني، شيء عجيب بحياتي ما شفته. قلت تعرف اللي وانا سارح ذهني رايح بعيد ولا ادري عن شيء. يقول الوكاد الدقائق هذه خلتني اراجع الحياة كلها، كل الحياة راجعتها بالدقائق اللي استرحت فيها. يقول شوي طال عمرك طلعت ولا هم كانوا قاعد يتحالفون لهم على شغله، حطوا شغله تحت المخدة ومشوا. يقول جيت عليهم يعطيكم العافيه شباب ما قصرتوا ما ادري، قالوا يعطيك العافيه انت ما قصرت، اي شيء تحتاجه ولا كذا هذا رقم تليفوناتنا واحنا موجودين هنا 4 أيام 5 أيام وراجعين الجزائر، اي شيء تبيه بس كلمنا. قلت يعطيكم العافيه ما قصرتوا، وان شاء الله امور طيبه وان شاء الله انه ما عليه خلاف. يقول طلعوا طال عمركم من عندي. يقول شوي ابو ساعه كذا، يقول رجعت والرجال نايم سابع نومه. يقول صار عندي فضول بعرف وش اللي حاطينه تحت المخده عند الرجال. يقول جيت واسحب طال عمرك اللي تحت المخده. يقول يوم طلعت ولا حاطين له 1000 يورو. 1000 يورو بمعدل تقريبا 5500 ريال. ناس ما يعرفونه، أول مرة يشوفون هالشخص هذا. يقول حاطين المبلغ تحت المخدة على أساس إذا احتاج شيء من أمور الدنيا يسهل أموره. ومشوا طيب نية. يقول لا شعوريا بكيت، يقول ما أدري بنفسي كذا بكيت، يقول لدرجة إني طلعت من الغرفة وخليت الموضوع كله. يقول 3 أيام وأنا قاعد أفكر بالموضوع يعني شلون وصلوا المرحلة هذه من الأخوة، شلون وصلوا إلى هذه المرحلة من الترابط فيما بينهم يعني. الشعب العظيم هذا، الشعب الجزائري ترى شعب عظيم جدا يعني. يقول بعد 3 أيام شوي طال عمرك كلهم مسجلين خروج للرجال نفسه، سلمت عليه وهذا يعطيك العافية ما قصرت. قلت لا والله ما سويت الواجب، اللي يعطيهم العافية والله اخوانك اللي ما قصروا. ولكن عندي سؤال. قال تفضل. قلت يعني هذاك اليوم يوم تقول لي خذ الوصفة وعطها لأي واحد جزائري تلقاه بالشارع وتكلم من ثقة يعني كأنه أنت تبي تامر عليه يعني، كأنه يعني له حق أو لك حق عليه المفروض أنه يسوي. وش الثقة هذه؟ وش اللي خلاك تتكلم بالثقة هذه؟ وش الموضوع؟ وش اللي خلاكم بهالقوة من الترابط اللي بحياتي ما شفتها ولا مرت علي يعني؟ ممكن تشرح لي بس بشيء بسيط؟ يقول جالس يضحك. قال أمور كثيرة. قلت تذكر لي أمر واحد. قال أمر واحد بس؟ قلت والله بس أمر واحد. قال اجتمعنا في يوم من الأيام مصير واحد. قلت شلون اجتمعت مصير واحد؟ قال كانت حياتنا كلها مرتبطة بترابطنا والتزامنا مع بعض يعني أننا نصير إخوان فقط. هذه الحياة كلها مرتبطة على هذا الترابط اللي يصير بيننا. قلت شلون؟ قال يا أخي المحتل الفرنسي أخذ البلد تقريبا 136 سنة. حلو؟ قلت حلو. قال بعد استعماره حاولنا أن نستقل، فلذلك ترابطنا لتحديد المصير، فهذا مصيرنا للنجاة، إما النجاة أو الموت، ننجو كلنا ولا نموت كلنا. يقول لكن الحمد لله ما فقدنا إلا 1,500,000 شهيد، فاللي تشوفهم جوني فاقدين وأنا فاقد، وكثير من الجزائريين فاقدين أناس لهم، اللي فاقد جده، فاقد أبوه، فاقد عمه، فاقد خاله، كثير من الناس، فارتبطنا في مصير الفقد، فصرنا كلنا كأننا أخوان، كلنا طال عمرك نتلاحم تحت مصير الفقد. لكن بالنهاية اللي صار كله أننا كنا أمام خيارين، إما أننا نتلاحم ونلتزم ونطلع من خلال هذه الأزمة، أو أننا طال عمرك كل واحد يعمل برايه ونفنى في هذه الأزمة. لكن اللهم لك الحمد تلاحمنا واستطعنا أن نطرد هذا المحتل في تقريبا سنوات معدودة، تقريبا 13 سنة. فقدنا صحيح الكثير من الشهداء، لكن هذه الأزمة اللي مرينا فيها ولدت هذا الشعب العظيم اللي أنت قاعد تشوفه. تلاحمنا في هذا الوقت أو في هذاك الوقت هو اللي كان الفيصل لبقائنا أخوة أو بقائنا متشتتين طوال الأعوام. يقول فطلعت فيه، تعز الله أنكم طلعتوا من أزمة صح. لذلك دائما بينك وبين نفسك اعلم أن الأزمات مهما كبرت ومهما صغرت، التلاحم بين الشعوب هو اللي يجعل من هذه الشعوب بعد الأزمة إخوان. تواجه على خير إن شاء الله.
السلام عليكم. القصة هذه قصة حقيقية وواقعية يعني، ولما جبنا القصة مثلا هذه الاستفادة من بعض النقاط الموجودة في معنى التلاحم والقضاء على الأزمات يعني بشكل كبير يعني. بغض النظر، الشعب الجزائري ترى شعب عظيم جدا، شعب عظيم يعني. لما تقرأ عن الشعب الجزائري والله تندهش من يعني من صحيح الترابط اللي موجود بينهم، ترابط غير طبيعي، ترابط عظيم يا أخي. طبعا تعتبر الجزائر هي اكبر بلدان افريقيا بعد انقسام السودان الى قسمين، صارت الشمالي والجنوبي، صارت الجزائر هي اكبر بلدان افريقيا. نرتبط معاهم بشغلات كثيره، ترى يسمون بلدهم او يسمون الجزائر بلد الكرز والتمر يعني. عنده فصلين، تعرف اللي يجيب لك الكرز يجيب لك التمر. ومن يعني ابرز مشروباتهم اللي يحبونها، انا قاعد اقرا عنها صار لي ايام، الشغله اللي مدمنين عليها القهوه مع الهيل. الدله اللي ما تبهر من الهيل عليك الباقي. تواجه على خير ان شاء الله. سبحان الله، هل نحن بشر أم جزائريين؟ هم من تفردوا بكونهم بشرا، أم هم ملائكة ونحن بشر؟ بل نحن مسلمين جزائريين. إنها الجزائر يا سادة، بلد 1,500,000 شهيد. أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة أعزائي المتابعين. دمتم أوفياء للقناة، وإلى اللقاء في فيديو آخر يجمعنا بإذن الله.